السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف مع بعض إيه هو النكست جي إس وإزاي نقدر نستخدم النكست جي إس. أول حاجة هنروح على الصفحة الرسمية بتاعت النكست جي إس، ونيجي هنا نلاقي أهم المواقع وأكبرهم بيستخدم نكست جي إس. فده حاجة تخليك اللي هو كفرونت إند ديفلوبر تتساءل إيه هو النكست جي إس، بس لازم يكون عندك خلفية عن الرياكت جي إس. النكست جي إس أكيد طالما هم بيستخدموه يبقى في حاجة سريعة جدا بتحصل، وهي السيرفر سايد ريندرنج. فنيجي هنا مثلا نلاقي من اهم الشركات الاوبن اي اي ونايكي وكلاود، ونلاقي حاجات كتير جدا. يعني لو قعدنا نعمل لود مور هتلاقي التيك توك وحاجات من حاجات كتير جدا بتستخدم نيكست جي اس. نيكست جي اس هنيجي هنا بقى هنلاقيه من اكبر 14 فريم ورك على جيت هاب. ماشي، هنلاقيه الفريم ورك رقم واحد اللي بتستخدم ده، اللي هو واخد 130 ألف ستارت على جيت هاب. قشطة. دي من الحاجات كده. عايزين بقى نسطب نيكست جي اس. هنروح هنا هنلاقي الكوماند لاين ده، هناخده راكبين كده، ونروح على أي فولدر، نعمل أي فولدر دلوقتي ولكن نسميه نيكست جي اس، نفتحه. هنفتح الكوماند لاين عشان نعرف نسطب اللي احنا عملناه، قصدي التيرمينال، معلش. هتقوم كاتب فيه الكوماند لاين بتاعك، تضغط، فيقول لك انت البرنامج بتاعك هتعمله ايه. ان شاء الله هنعمل مع بعض في السلسله دي كده ايه بلوج صغيره كده نفهم فيها الاكت مش النكست جي اس ماشي ازاي. فنسميها مثلا وليكن بلوج. هيقول لك في هنا حاجه حلوه، باي ديفولت انت عاوز تشتغل تايب سكريبت. هنقول له اه ماشي يا باشا، عايزين نشتغل تايب سكريبت. عايز الاي اس لينت عشان تكتشف الايرورز وتظبط لك الدنيا، تهندل لك الدنيا ايه إيه المفروض يتعمل وايه المفروض ما يتعملش. هيقول لك النور اكت كومبايلر. اه هنقول له النور اكت كومبايلر، احنا اللي هنعمل التحسينات بنفسنا. يقول لك التلون سي اس اس، نقول له ماشي احنا عايزين تلون سي اس اس. هيقول لك ما مش هتستخدم السورس فولدر، هنقول له ماشي. هيقول لك عاوز الاب راوتر، هنقول له ده اهم حاجه يعتبر اصلا دي اللي احنا هنتكلم فيها. وده عشان الايه الايجنتس، عشان لو انت بتستخدم كلاود هنقول له ماشي باي ديفولت كله هينزل. هنضغط ونسطب. بس انا منزله قبل كده فهعمل له اوقفه، وبعد كده ايه اروح للفولدر بتاعي الجميل وادخل عليه. اقوم داخل على المشروع بتاعي، اجي هنا اكتب سي ام دي، ادخل اكتب كود عشان افتح الفيجوال ستوديو كود. ماشي، فتحت الفيجوال ستوديو كود بتاعنا، ظهر لي الكلام ده كله جميل وحاجه عسل عسل. هنخش هنا هنلاقي ايه، حاجه اسمها بيج، اول صفحه، او حاجه اسمها لي اوت، فيها كلام غريب كده اللي هو ايه الميتا وال HTML الصفحه بتاعتنا هي والشيلدرن وحاجات من قرب الرياكت. يعني انت بتستخدم الحاجات دي كلها عشان لما تيجي تعمل ايه بروفايدر او حاجات من اللي انت كنت بتستخدمها يعني في الرياكت وكده. اول حاجه نشغل البرنامج، هتلاقيه بيقول لك ايه، هو دلوقتي شغال على اللوكال هوست 3000. فنفتح معانا ونيجي هنا على اللوكال هوست 3000 ونعمل ايه، اه هنلاقيه فتح معانا. هنقوم داخلين على ايه كده، هتلاقي الحاجات دي باي ديفولت نيكست جي اس كاتبين. هنيجي هنا نقوم عاملين لها دي كلها، نكتب ديف عشان نتست هلو وورلد. ماشي، ونعمل سيف. هتلاقي عمل كده، يبقى الدنيا تمام. دلوقتي هنيجي بقى عاوزين نعرف ايه الراوتينج وازاي نعمل راوتينج. اول حاجه عشان نفهم الراوتينج وايه فايدته، هنيجي هنا مثلا نعمل صفحه جديده وليكن مثلا نسميها about، ونعمل ايه، هنيجي جواها ونكتب فايل اسمه page دوت تي اس اس، ده اللي هو كأنك بتكتب رياكت عادي. بعد كده ار اي اف سي، عاوزين نروح للصفحه دي.
ففي الطبيعي ان احنا كنا بنيجي مثلا في ان احنا نعمل لينك، هنقوم عاملين كده نكتب ايه about. about تيجي نضغط على about، هتلاقيه راح على about. طب ايه الفرق ما بين لينك تاج العادي بتاع ال HTML والكومبوننت بتاع النيكست جي اس؟ هتلاقي هنا، هنلاقي فيه سر جوهري هنقدر نعرفه مع بعض دلوقتي. السر الجوهري وهو، هنلاقي السر الجوهري وهو ان احنا دلوقتي لو دخلنا على النتورك، ماشي، وعملنا ريفريش، هتلاقي جاب لنا كل ايه صفحات ال CSS والجي اس وكل الفايلات اللي البرنامج بيقدر يستخدمها، الباندلز. ماشي، هنخش عليها هنلاقي ايه؟ الباندلز بتاعنا كده، هنقوم ماسكينها كلها. ماشي، وهنروح على صفحه ايه؟ الاباوت. هتلاقيه جاب لنا الصفحه بتاعت اباوت بس، وما استدعاش البيانات بتاعت الويب سايت بتاعنا. ده اهم حاجه. هنيجي بقى هنرجع تاني، يعني هنجرب التاج العاديه. التاج العاديه اللي هو بتاعت HTML، ونمسح كل حاجه، ونضغط ايه على كلمه about. هتلاقيه سحب لنا كل حاجه. بيعمل ايه؟ بيعمل بيجيب لنا الفايلات تاني، وده بيقلل، يعني بيخلي اليوزر بتاعك حاجه بطيئه. انت فاهم اليومين دول اصلا الخناقه على السرعه، ان طول ما حاجتك اسرع، طول ما حاجتك بتظهر بسرعه وكده، فده من الحاجات اللي ايه، اللي بتبقى كويسه. فينا ميزه برضو بتوفرها في النكست جي اس، وهي السي او، السيرش انجن اوبتمايزيشن. دي من اهم الميزات اللي في النكست جي اس. النكست جي اس بيوفر السي او. هنيجي هنا مثلا هنلاقي ايه؟ التايتل بتاعنا هنلاقيه حاجه اسمه كرييت نيكست اد. عاوزين هنسميه اول حاجه، نسميه بلوج. هنلاقي اتغير معانا هنا في التايتل. هنا ممكن تكتب كيز، ممكن تكتب هنا كلام كلمات مفتاحيه، مثلا بلوج، ريد، بوستس، كلام من ده يعني، فاهمني. ممكن تكتب ديسكريبشن على الموقع بتاعك، ممكن تحط ايكونز. بس باي ديفولت هنا رياكت حاطط لك ايكون، النكست جي اس حاطط لك ايكون. ممكن تحط اي حاجه، فاهمني. ده في العموم حاجة مبدئية كده عن الراوتينج وعن النيكست جي اس. إن شاء الله الفيديو الجاي هنعرف بقى إيه السيرفر سايد ريندرنج والكلاينت سايد ريندرنج، وليه ده وليه ده، وإمتى نستخدم ده وإمتى ما نستخدمش ده وكده، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.